السلام عليكم. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا وصفة البانيه طبعا اهم حاجة فيه التتبيلة. كل ما التتبيلة كانت صح كل ما يطلع معاكي جوسي وحلو جدا. معانا 2 كيلو بانيه، توم باودر، بصل باودر، توابل، ملح وفلفل وشطة وبابريكا ومكعبين مرقة، علبتين زبادي، بصل متقطع وطماطم. طبعا البصل ده بيبقى حسب الرغبة، أنا بحبه كتير شوية في التتبيلة عشان يدي طعم حلو. أول حاجة بعملها بحط التوابل على شرايح البانيه دايركت. في البصل، الثوم، التوابل بحطها على البصل لما بنضربه في الكبة. ملح مش كتير عشان مرقة، فلفل أسود، شطة حسب الرغبة طبعا، بابريكا، وأقلبهم كويس. كان الطريقة دي بتخلي البانيه ياخد من التوابل كويس قوي قبل أي حاجة. هنا حطيت البصل والطماطم والمرقة ورشة فلفل أسود عشان أضربهم في الكبة. دلوقتي دي الخلطة بعد ما ضربناهم في الكبة كويس جدا، وحطيت عليهم 3 معالق خل. 3 معالق خل بتساعد في التسوية. دلوقتي دي الخلطة بعد ما ضربناهم في الكبة كويس جدا، وحطيت عليهم 3 معالق خل. 3 معالق خل بتساعد في التسوية. دلوقتي هنحط التتبيلة على البانيه كلها، وهنحط الزبادي، نحط الزبادي، ونحط التوابل اللي احنا مأجلينها للآخر ونقلب. نقلبها كويس جدا عشان التتبيلة تدخل في الفراخ كلها. دلوقتي يا جماعة ده البانيه بعد ما تبلته وقعد ليلة في التلاجة. شلت منه عليه التتبيلة وحطيته في بولة. هحط عليه بيضتين، عليه رشة فلفل أسود، نضربهم. توم، نقلبهم بإيدينا. طبعا أنا مش كل الكمية طلعتها، بسيب جزء منها في الفريزر، بطلعها حسب ما أنا بحتاجها. كده قلبنا في البيض كويس جدا. دلوقتي هنيجي لأهم خطوة، وهي الكبر بتاع البانيه. عشان يبقى طعمه حلو حطي التوابل اللي أنا هقولكوا عليها دي: شطة، بابريكا، مرقة باودر، نشا وبيكنج باودر، توم باودر وبصل باودر، توم كلهم كده.
معانا كمان معلقة دقيق، معلقة كبيرة، ومعانا كيس فيجيتار حار أو بارد، ده حسب رغبتكم انتوا. ونقلب. دلوقتي هنحط قطع من البانيه في الخليط بتاعه. نضغط عليه كويس جدا. نقلبه الناحية التانية عشان نتأكد إن هو شرب من الخليط بتاعه كويس جدا. يا جماعة جربوا الخلطة دي بجد، تعجبكم قوي، وقولوا لي على رأيكم في الكومنتات. والأنيتات الطريقة بتاعتنا دي يا جماعة، ولا الكفر بتاعه هيفك، ولا وريحته كمان وطعمه فظاع. يا ريتوا تجربوه وتقولوا لي رأيكم. هننزله كمان مرة عند ما يبقى لونه ذهبي كده. خلاص يا جماعة، أخذ اللون اللي أنا عايزاه. طلعه على مناديل. زي ما انتوا شايفين الريحة بجد فظيعة، حلوة قوي. وده البانيه يا جماعة بعد ما اتعمل، الأكلة اللي بتحبها كل الكبار والصغيرين. جربوا الطريقة دي ونستنى في رأيكم في الكومنتات، واعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد.